أعزائي المشاهدين، مشاهدينا الكرام، مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. المركز النهارده قالين قرية باسل النهارده جايين كلنا النهارده نقول كلمتنا، جايين نهنئ ونبارك المهندس سعيد أبو المجد. معانا طبعا النهارده سيادة النائب المحترم محمد بيه هاشم، أحد النواب المحترمين اللي مشرفين دايما محافظة كفر الشيخ كلها. أهلا بك يا سيادة النائب. اهلا وسهلا. تحب تقول النهارده سيادة النائب للمهندس سعيد أبو المجد؟ اقول لك سعيد اخويا الف الف مبروك، وربنا يتم عليك بخير وزواج سعيد يا رب ويسترها معاهم يا رب. عايزين برضو الكلمة للعروسين. ربنا يجعل ايامكم احسن من ايامنا ويوفقكم للي فيه خير وانتوا وذريتكم يا رب. سيادة النائب عايزين كلمة لكل محبينك وكل عشاق سيادة النائب محمد بيه. ان كنت لم استطع تحقيق امالكم وطموحاتكم فانا بتاسف على ذلك، ولكن اعدكم ان احقق معكم كل الاحلام باذن الله في مواقعكم. ان شاء الله باذن الله سيادة النائب. وطبعا عايزين رسالة منك برضو يا سيادة النائب يعني تطمن فيها اهلك وناسك. بقول لهم احنا قادمين على الخير باذن الله، ومصر في مرحله قاسيه وفي تحدي، نرجو من الله ان يسترها مع هذه البلد وتعدي من هذه المرحله، لان تعديتنا من هذه المرحله امام العالم المتغطرس هنكون قوه باذن الله، وهنرضع اي شيء او اي واحد يجي جنب مصر. عايزين برضو يا سيادة النائب ايه اللي ان شاء الله باذن الله بعد نجاحك اللي ان شاء الله في الدوره القادمه باذن الله، يعني ايه هيكون في اولوياتك رقم واحد بالنسبه لمركز سالم تحديدا والرياض؟ المستشفيات والمدارس، لان انسان بلا صحه ولا تعليم فهو انسان يبحث عن التعقل، ولكن اذا بحثنا عن التعليم والتعليم في حاجه لاكثر مما هو فيه، لان التعليم الخاص ده الحق الفقراء، فأتمنى ان اكون الفقراء في مصر فوق 90% ويحتاجوا للعلاج، ولكن الاغنياء عندهم حاجات ثانيه واولويات ثانيه غير التعليم، فبتمنى ان التعليم يوصل لمستوى الفقراء مش يرتفع لمستوى الاغنياء، والصحه طبعا بالعقل السليم في الجسم السليم، وما فيش حد يتحمل المستشفيات الخاصه مهما كان. شكرا لحضرتك يا سياده النائب، ومتمنين لحضرتك مزيد من التفوق والازدهار ان شاء الله، وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا.